هي بتبقى فكرة كانت عندي الحقيقة من بدري. فكرة فكرة العلاقات، فكرة الراجل والست. وكان المرة دي فكرتي جاية بالاتنين متجوزين بعد سنين جواز أو 10 سنين، والروتين أو الزهق اللي ممكن يوصلوا له في لحظة ما. السلم والتعبان لعب عيال. السلم والتعبان هي الريفرنس بتاع العلاقات، ان العلاقات ساعات بيبقى فيها سلم، يعني بتاخدي العلاقه دي وبتطلعي بيها لفوق، وساعات بتضطري تتكعبلي في التعبان فالعلاقه تنزل لتحت. لعب عيال بالنسبه لي اللي هو المايند جيمز بقى والخطط والالعاب اللي هم بيقعدوا يعملوها على بعض طول الوقت، اللي هو واحد يعمل ان هو مشغول، واحد يعمل ان هو كذا. الحاجات دي هي لعب عيال at the end of the day. التحدي ممكن يكون بين الشخصيات وبعضها، كل واحد عايز يثبت للتاني الحياة الطبيعية المستقرة ولا حياة السنجل. أكبر نقطة قوة في الفيلم إنه جديد مختلف، بيناقش قضية مهمة جدا، بس بيناقشها بذكاء. واحمد حسني الحقيقه عامل فيها شغل كويس، الكاتب اكتر من رائع يعني، ودمه خفيف. البنى بتاع السيناريو في البدايه هو جه بشكل تلقائي جدا، يعني احنا كنا عايزين نتكلم على العلاقه ما بين اتنين بعد 10 سنين جواز، ازاي يقدروا يطوروها او ازاي التحديات اللي بيقابلوها، لغايه لما ظهرت لنا اللعبه اللي بتحصل، وكنا بنعمله بشكل عفوي لغايه لما وقفنا كده انا وطارق مره قلنا ده هو ده الفيلم اصلا. مشروع لعب عيال ابتدى من 3 سنين. كنا انا وطارق، كان طارق اكشلي عايز بعد فيلم ولاد رزق، هو كتب واحنا قبل ولاد رزق بارت 3، وكان الفكره موجوده وقعدنا اشتغلنا عليها، وهو كان عايز بعد ولاد رزق، بعد الاكشن الكتير والعربيات والتكسير، وعايز يعمل فيلم هادي خالص، فيلم رومانسي، عشان هو بالنسبه له الافلام الرومانسيه ما بقتش موجوده، ما بقتش تعمل كتير، فكان نفسه يعمل فيلم رومانتك. وهو الافلام دي اصلا بتبقى صعبه تتعمل عشان تفاصيلها بتبقى كتيره في الكاركتر، في الحدوته. كنت عايز اشتغل مع طارق من زمان، فطبعا سعيد جدا ان انا اشتغلت معاه المره دي، ومريح جدا مريح جدا، خصوصا تعامله مع الممثلين. يعني طارق عنده طريقه خاصه بيه، بيعرف يخرج احسن حاجه من الممثل بصراحه. مخرج كبير وعارف كويس هو بيعمل ايه، ومريح جدا في التعامل، وهو صديق عزيز جدا. فيعني تركيبه متكامله، ومن الحاجات اللي يعني الواحد ما يحلمش بيها انه يلاقي دايما المخرج بيسمعه، دايما المخرج متعاون، دايما عايز يشوفه بطريقه احسن، وانا واثق فيه لدرجه كبيره جدا. عمرو يوسف ده خامس تعاون ما بينه وبينه، والحقيقه عمرو بالنسبه لي من اكتر الممثلين بحب اشتغل معاه، مريح جدا، ملتزم جدا. عمرو اولا بيحب يقعد قعدات على السيناريو كتير قوي قبل ما ندخل الفيلم، بيحب يناقش، بيحب يفهم. الشغل مع طارق العريان مسلي جدا، وبنتعلم منه حقيقي، بنكون مطمنين كده ان معانا حد في ظهرنا هيطلعنا باحسن شكل، بيطلع مننا احسن حاجه. اسماء محترفه احتراف غير طبيعي، هي حافظه حوارها وحافظه حوار الممثلين كلهم طول الوقت، حافظه الفيلم كله، ملتزمه جدا وشاطره جدا. الحقيقه الكاست اكتر من رائع، وانا كنت سعيد جدا بالتعاون معهم كلهم. ظفر عابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، اسماء جلال، فدوى عابد، هبه عبد العزيز، وطبعا آية سليم. هو التحدي ان احنا بنتكلم في حاجه حاصله في الحياه، ففي يعني مش عايزه احرق طبعا تفاصيل، بس الجزء بتاعنا احنا البنات بنتكلم في قصص حقيقيه جدا، فده تحدي ان احنا نكون بنبين ان لا، على فكره لو في حاجه حاصله لازم يحصل فيها نقاش، وما ينفعش تسكتي لو في حاجه مضايقاكي. فده بالنسبه لي التحدي. اكتر مشهد حبيته اللي احنا بنتفق فيه انا والبنات على ازاي هنرجعه، تبقى فيه بقى افكار وخطط. بحب الحاجات دي. انا ممكن اتبرع واروح لحماد عادي وبتاع اول ما قلت. بحب المشاهد اللي متجمعين فيها كلنا، يمكن بتبقى اصعب بس بنبقى الستات مور فاني. لا، في حاجات كتير في نادين يعني قريبه مني، ارائها وطريقه نصايحها لصاحبتها شويه شبهي يعني.
والله مشاهد كتير قوي حبيتها، بس عامة المشاهد اللي كنت بحبها المشاهد الجماعية اللي احنا حتى لو ما كانش فيها كلام، كان أستاذ طارق بيفتح الكاميرا وبيفتح الارتجال كده فكنا بنقعد نضحك كتير. يعني في مشاهد كده احنا المفروض فرحانين وبنلف دايرة حوالين عمرو وأسماء، فهو حد وقفني قال لي لا هو مش سبوع حضرتك. من أكتر المشاهد اللي بحبها مشهدي مع عمرو يوسف، لأن هو المشهد ده اللي بيشرح يعني مفهوم العلاقة وانت عايز تروح فين، وكل واحد بيقول وجهة نظره. المشهد ده مهم قوي. جملة السلم والتعبان في الفيلم أنا بشوفها يعني صعود ونزول الشخصيات في علاقتها، تغيرها، وده اللي بنلاقيه في الفيلم مع كل الشخصيات. اقول للجمهور يستنى ايه من الفيلم؟ هيستنى تجربه انا متاكد بنسبه 100% ان هي مش هتخلص ساعه انتهاء العرض. تجربه الفيلم ده بعد ما هتخرجي من السينما هيبقى في حوار هيفضل يدور بينك وبين اللي حواليكي، معاكي بقى جوزك، خطيبك، معاكي اصحابك، معاك صحابك، دايما هيبقى فيه هو كان صح ولا كان غلط، طب هي عندها حق ولا ما عندهاش حق. الفيلم اعتقد هيفضل في ذاكره المشاهد، واعتقد انه هيبقى ان شاء الله في ذاكره المشاهد لفتره طويله، مش بس بعد خروجه من الفيلم.